موسم الجوافة جه، وبجد الجوافة بالطريقة دي لا غبار عليها. جربوها هتعجبكم. الاول هتجيبي الجوافة، عارفين المستوية دي، احنا مش عايزين الناشفة، عايزين المستوية اللي تلاقي فيها حتت مستوية كده ملسوعة، هي دي اللي انا عايزاها. وعايزين القلب بتاع الجوافة. هتقطعي 5 جوافات بالحجم اللي انت شايفاه ده، وهتحطي عليه كيس كامل من الكريم شانتيه، ويفضل انه يكون بطعم الكريمه اللباني. لو ما عندكيش اللي هو بيبقى اكياس، ممكن تستخدمي نص كوبايه من كريم شانتيه سايب. هحط عليهم كيسين من الفانيليا البودر، وبرده ممكن تستبدليها بفانيليا سائله. هنجيب موز، 2 قطعة موز، الموز المستوي، مش الموز اللي هو اللي لسه بخيره ده، لا احنا عايزين المستوي بقى، اللي احنا ايه مش عارفين محدش عايز ياكله، حطي موزتين او 3 موزات حسب حجم الموز. ولو عندك الموز اللي هو الكبير خلاص استخدمي موزة واحدة بس. دلوقتي بقى هنجيب الزبادي، بس انا هنا عايزه الزبادي الكامل الدسم، الكوبايه الصغيره اللي هي ملهاش اي طعم، الكوبايه العاديه، وما تكونش مضاف ليها سكر. جماعه بجد الطريقه دي هتعجبكم جدا. بجد انا عايزاكم بعد ما تخلصوا الفيديو تقوموا تعملوها، هتلاقوها ان شاء الله حازت على اعجاب كل اللي في البيت. دلوقتي الزبادي هي كوبايه صغيره كفايه قوي، لان احنا لسه هنضيف كمان حليب. بس الاول قلت اضيف السكر. بالنسبه للكميه دي انا حطيت 5 معالق كبار سكر. طبعا السكر ده حسب التذوق، انت ممكن تدوقي تحسي انت عايزه تحطي تاني او ما تحطيش، يعني ابدأي ب4 معالق، ولو حبيتي انت تحطي تاني حطي. عارفين مج نسكافيه اللي احنا بنشرب فيه الكبير ده، مليته مرتين من الحليب، حليب الساقع من التلاجة، وحطيته على الجوافة والموز والزبادي والكريم شانتيه. وبنفس المج ده هتملي مية ساقعة من التلاجة وتحطيها برضو على الخليط ده. حابة تحطي حليب برضو مفيش مشاكل، انا قلت يبقى ميكس يعني ما بين الحليب والمية، عشان انا كده كده حاطة زبادي. هناخد الكلام ده كله بقى وهقسمه مرتين على الخلاط، لان الكمية كبيرة جدا، فهقسمه بقى على مرتين، وتضربيه في الخلاط لغاية ما يبقى القوام بتاعه كريمي تماما. عايزه اقول لكم بعد ما ضربته في الخلاط حسيت ان هو محتاج موزه تانية، فضفت موزه تانية، ده لامانه النقل يعني، فقلت اقول لكم عشان تبقوا عارفين. بعد ما خلاص ضربت الكميه كلها، هبتدي بقى اصفيها من بذر الجوافه. شايفين القوام اصلا عامل زي الزبادو الغني الكريمي، وطبعا القوام ده بسبب الكريم شانتيه اللي احنا حاطينه والموز. تقدميه بقى في احلى دورق عندك او ازازه، عايزه اقولك ما شاء الله تبارك الله الطعم رهيب، وكلهم هيقولولك عايزين تاني، مش هيكتفوا بكوبايه واحده منه. وقد ايه غني وكريمي، شوفي كده وهو بيتصب في الكوبايه شكله عامل ازاي، وما شاء الله لونه حلو وما بيسمرش، نظرا ان احنا حاطين فيه زبادي. في ناس كتير خايفه تاكسد من الموز، لا يا جماعه لونه ان شاء الله هيفضل زي ما هو.